طيب اول حاجه قبل ما نبدا اي حاجه، الف مبروك الفوز على منتخب زيمبابوي. اداء كان الى حد ما كويس جدا، ما فيهوش مشكله. كان عندنا بس يعني حاجه، ان احنا كنا بنروح بهجمات كتير جدا على الجون، ما كناش عارفين نخلص، ما كناش عارفين نفنش. يعني بعض من الرعونه شويه، استهتار الى حد ما. مش دايما اقدر اقول على يعني مش دايما اقدر اقول حاجه زي كده على اللعيبه، لكن كان واضح جدا قد ايه ان انت بتشوط برعونه. زي مثلا كابتن احمد سيد زيزو، هو مصمم ان هو يحط الكوره ببطن رجله، بتلف ار2 تيجي. لا يا كابتن، الكوره مش كده. عادي، انت ممكن تحطها بوش رجلك، تحط ترزعها في الجون ونحتفل مع بعض. في الجون بقى اللي هو التالت، لما تبقى مثلا 2-1 وعايز تجيب الجون التالت، تبقى لا انا يعني هروح حاططها بقى ار2 واحطها في المقص وتزغرط ونقعد كلنا نفرح يعني. فكان في استهتار شويه لحد ما، لكن في النهايه احنا كسبنا الحمد لله. حاجه كمان، خروج امام عاشور. محتاج اتكلم طبعا عن خروج امام عاشور. بص، هو كابتن حسام حسن لما سالوه قالوا ان يعني قال لهم انا بالنسبه لي شايف ان امام عاشور كان في ضغط وكنا خسرانين 1-0، فقلت اطلعه علشان هو لسه راجع من اصابه ومش عايز ان هو يتحط في تحت الضغط ده. لا، هو لا. حضرتك تقول حاجه زي كده يا فندم لما حضرتك تبقى مثلا لعيب مصاب يعني اصابه كبيره جدا، لعيب مش زي امام عاشور. لا، امام عاشور مش كده. بالعكس، امام عاشور ده هو ده اللي بيبقى تحت الضغط، وشفناه في مواقف كتير جدا مع النادي الاهلي، ان هو بيبقى تحت الضغط، بيرجع هو اللي يجيب الكوره، وهو اللي يطلع بالهجمه ويرفعها، وهو اللي يبدا الهجمه، وهو اللي يحطها جون، وهو اللي ممكن يقف يحتفل يعمل كل حاجه. فحاجه زي كده ما اقنعتنيش شويه بصراحه يا كابتن حسام. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها اصل انا ما حبيتش ان انا احط امام تحت ضغط. لا، ما هو ده امام عاشور، ما ده لعيب كوره. لسه راجع، اصل هو لسه راجع من الفيروس والاصابه بتاعته وبتاع، فمش عايز احطه تحت الضغط ده. لا، ما فيش حاجه اسمها كده يا كابتن مصر. في حاجه اسمها ان ده لعيب كوره، وطبيعي ان هو يتحط تحت الضغط. ومش عشان لسه راجع من اصابه هديله نص ساعه بس خلاص، ما كنتش لعبته احسن كنت خليته جنبك. لو انت مع ده ماتش كوره، في ماتشات الكوره طبيعي ان معروف ان انت بتتحط تحت ضغط، ده طبيعي، ده معروف جدا. بس فحاجة كمان محتاج اتكلم عن مستوى اداء او اداء محمد صلاح. مستوى الى حد ما مش مقنع مع الفريق. لكن انا بالنسبة لي، كان واحد سألني امبارح قال لي هو صلاح مش ناوي يعمل حاجة بقى، مش ناوي ياخد بقى ويلم ويحط. قلت له هو صلاح من امتى كان بيعرف يلم ويحط؟ من امتى يعني؟ ارجع وارجع معايا بالذاكرة شوية، هتلاقي ان صلاح عمره في حياته ما كان صلاح ان هو بياخد في وسط 17 لعيب ويقعد لا، ما فيش الكلام ده. صلاح في مساحات، في صلاح ما فيش مساحات، انسى صلاح. هقطم وهعرض، هديك عرضية بنت لذينة وتحطها جون، هو ده اخري. لكن انا في وسط الزحمه دي الم واقعد لا، ما فيش الكلام ده. فانا بالنسبه لي ده كان رد طبيعي ورد مقنع يعني. يعني معلش، انتوا مستنيين إيه من صلاح؟ صلاح نجم، اصل هو نجم في اوروبا وبيجي هنا معانا مصر ما عشان في فرق كوره. علشان هو بره في اوروبا عنده مساحات كبيره جدا، عنده فرق كتير بتهاجم، ما فيش عنده فرق بتركن الباص وتقعد. نركنه بقى الباص كابتن رضا، يعني لو صلاح لاعب فريق غزل المحله او لاعب اي فريق بقياده رضا عبد العال، هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ قول لي، رد عليا. هيحصل مصيبه، مصيبه. مش هيعرف يعمل حاجه. ليه؟ علشان فريق بيركن الباص، يا ريته بيركن باص، ده بيجيب حيطه خرسانيه يحطها ويقعدوا وراها. ها، يلا، حط رجل على رجل، يقعدوا مع بعض. فده طبيعي جدا. انما لما تيجي بره في اوروبا، هتلاقي ان فرقه بتهاجم بعضها. فريق ليفربول بيلاعب فريق في الدرجة السابعة، تلاقي الفريق اللي في الدرجة السابعة فاتح خطوطه كلها وبيجري وطيارات يلا عشان نجيب اجوان. فده طبيعي. لما يجي هنا في افريقيا، مش هيأدي لك نفس الاداء اللي بيأديه بره، عشان ما فيش عندك المساحات دي، ما فيش عندك الكواليتي بتاعت اللعيبه اللي بره، اللي هي تسمح لهم ان هم يفتحوا مساحاتهم ويلعبوا كوره. بيلعبوا كوره بره، احنا هنا ما عندناش كوره. وفي النهايه هو خلص لك الماتش وكسبك.
رغم ان انت كنت بتنتقده وشايف ان هو وحش جدا، هو كسبك، بالعكس كسبك الماتش امبارح، وكان اداؤه يعني زي ما قلت لك هو وحش، لكن هو ده صلاح. هتتفتح مساحه واحده، فرصه واحده خلاص جون. لكن لو انت معاك صلاح كان زمانك زي ما مثلا ما شفت مرموش، شفت زيزو، شفت تريزيجيه، شفت مصطفى محمد، عد كل واحد ياخد الكوره حطها بقى ارتو من الحته الحافه، الكابتن اللي هو في التيك توك اللي بيقعد يقول اللي بيقعد يزعق ده، لا مش كده مش كده مش كده، اروح حاططها بقى من الحافه بصباع رجل الكبير ناحيه الضفر الصغير، راح مديها لطشه كده تلزق في المقص، واحتفل وسكت الجمهور، خلاص انا رقم واحد. لا، هو صلاح مش يعني صلاح فرصه واحده، مساحه، هي مساحه اتفتحت، شكرا السلام عليكم، استلمها يا راجل برجله، استلمها مش استلمها بصدره، وتيك تيك روحي. هي عارفه طريقها فين، هي عارفه طريقها فين. بس يا سيدي، على العموم اتمنى ان الماتشات الجايه تبقى احسن من كده. محتاجين اداء اقوى، محتاجين رجاله. لسه مشوار طويل، لسه ده اول ماتش. انا شفت روح حلوه جدا امبارح، شفت يعني فيديوهات كتير حلوه وروح حلوه جدا بين الفريق. اتمنى ان هي تكمل على خير، وان احنا نكسب وان شاء الله خير. شكرا لكم.